1-1 ولا 2-1. جول بين المغرب ومصر. الرهان الافريقي هنا في الرباط من اجل اللقب القاري والزعامه الافريقيه بعد ان ضمن الصعود الى اولمبياد باريس. البدايه والبدء بالسلام الوطني والسلام المصري. إذا من نشيد مصر بلادي بلادي. جاء بها جي اوكوشا نجم الكرة الافريقية والعالمية، لاعب سابق في باريس سان جيرمان السوبر. هم يخطفها المنتخب مع روجيريو ميكالي. المنتخب المصري بال4-3-3 لحراسة المرمى عرين الاهلي ممثل في حمزة علاء، رقم 4 احمد عيد، 22 حاتم محمد المعروف بحاتم السكر، 15 الزملكاوي محمد طارق محمود، 5 الشهير في الفريق الابيض حسام عبد المجيد، 17 لاعب الجيش محمد شحاته، في اليسار محمود صابر، احمد كوكا، 12 وهو الارتكاز الاهلي لمنتخب الفراعنه. الهجوم اسامه فيصل وثنائي بيراميدز احمد عاطف الشهير بيوتا وابراهيم عادل قائد الفريق. ومن افضل نجوم المنتخب المصري اداء في هدف بمعدل 2.5 هدف الماتش. انطلاقه مصريه، سرعه مرتده للفريق المصراوي خطيره جدا، والحارس يتألق بالعروش على طريقة الزاكي، على طريقة علال، على طريقة هزاز، على طريقة بونو. التصدي الأول كان مغربي والتألق الأول كان مصراوي. رسميا 3 منتخبات، النتيجة أصفار والهدف الأول قريب والكرة إلى ركنية مغربية. كونتر اتاك المصراوي خطيرة جدا في الإمكانيات. مصر تلعب بذكاء وخبرة السنين، يتقدم الهجوم عن طريق الأخضر العشرة، يلعب الكرة إبراهيم عادل الكابيتان والتسديد جول. عالمي يا مصري، عالمي حتى له من طنجة، مش ممكن جول عالمي للمنتخب المصري. 1-0. هو شحاتة، هو محمد شحاتة. هل هو شحاتة 17 ومحمود صابر 7؟ عودي الصورة، اعطيني الكرة، هات الفرجة، كرة في دورة ودورة في لفة، وروجيريو راسه تلف من اجل اللقب في افريكا بعد لقب في الاولمبيك جيمز. 1-0. كرة لا تصد ولا ترد يا بالعروش، صعيبة على حارس ستراسبور. هذه الكرة، هذه الصدمة بذكريات الثمانينات، بذكريات يا ابو زيد، بذكريات بيبو خطيب، بذكريات المعلم شحاتة، بذكريات فاروق جعفر. الفريق المغربي يمشي بالكرة الزلزولي والبرسا، وصابر يقول له انا موجود، انا محمود. الانطلاقة من محمود. ماذا هناك؟ يتدخل الفار. هل فيها ورقة؟ صابر مع رقم 16 الزلزولي عبد الصمد، لاعب سجل 6 أهداف في 34 ماتش في الليغا في الموسم المنقضي في شكل الإعارة مع اوساسونا، وعاد البرسا في محمود صابر. الكيني يناقش ويتكلم وفي الأخير اخذ قراره. ماكو خرج الورقة الحمراء بيتر كاماكو الكيني في الدقيقة 16. المنتخب المصري متقدم بهدف ومنقوص عدديا من اللاعب. كرة خطيرة، الزلزولي يمشي عبد الصمد والدفاع، ترجع الكرة الزلزولي مسكر عليه روجيريو. دور كبير، مباراة ممتازة لحد الآن من الدفاع المصري على الزلزولي والإقصاء في لاعب الوسط محمود صابر في ثاني أهدافه بالبطولة، والحارس يتصدى يواصل الحضور. حمزة علاء شوية على شوبي، ما يحبش يخسر البطولة هذه على أرضه. كرة خطيرة، المغرب الفرديات، العرضية خطيرة وصعبة جدا والكرة تخرج. شوف الهدوء، شوف التغطية من رقم 4. و2019 في مصر لم تبلغ النهايات. 2011 2023 السيباري مسكر روجيريو على القويين في المغرب، مسكر على المتفائلين برشا انه هذا المنتخب قادر ان يحقق ميدالية أولمبية، ولكن بما يكتنزه من اسماء ونجوم
ولكن في بعض المباريات خاصة مباراة مالي كأنه دب الشك في عشاق الأسود والجمهور الرياضي في المغرب، وصار يقول الفريق هذا معناه يدافع وتلعب على المرتدات. ترجع الكرة خطيرة جدا بعد خطأ في الدفاع صعبة جدا وجول. هدف التعادل، الفريق المغربي يلقى الحل من خطأ في الدفاع المغربي. المصري يسجل الجول يا دوريانيس رضا بكراوي. جول التعادل. الأسود يعوضون، الأسود يتعادلون، وأول هدف يقبل الحارس حمزة علاء في هذه البطولة بعد تقريب أكثر من 430 دقيقة. أول كرة تدخل مرمى المنتخب المصري، هدف من الفريق الأقوى هجوميا في البطولة، الهدف 11 من الهجوم المغربي، هدف على طريقة مري كريمو، هدف على طريقة كاماتشو عبد الجليل حدا، هدف على طريقة المغاربة ورؤوس الحنفيين هنا في استاد الرباط. ترجع الكرة المنتخب المغربي في خطأ، فاول الأسود، وصل لها يعمل كروس خطيرة جدا والأولى وترجع الثانية ويمشي التسديدة عادل والدفاع والركنية مصراوية. هم المصريين، كرة خطيرة من الكابتن أنت الجليل، يتقدم الهجوم يمشي بالكرة العمراوي خطيرة وفرصة والهدف الثاني يضيع. يا كرة يا سيباري، يا سيباري يتحسر على التقدم، وروجيريو يقول أنا راضي بما هو موجود في انتظار التدبير والتسيير للفترة الثانية. هذا هو مشهد الرباط واستاد مولاي عبد الله، عندها طبيعة خاصة، والمنتخب المصري حظوظه في المباراة متوفرة وموجودة، والدليل أنه كان أخطر في تفاصيل من أجل خلاص وتحقيق الكأس. والكرة في ضربة مرمى للحارس حمزة علاء. أرقام الفترة الأولى والفئات السنية، الكرة للفراعنة من جديد، مراوغة ممتازة خطيرة جدا، يسدد كرة ويربح ركنية، ولكن على يمينه كان ممكن يخرج أحد الرفقاء. يا عادل إبراهيم عادل كان عنده أوبشن، فما لاعب على يمين، هي الانطلاق، هي المراوغة، وهو الخطأ أيضا موجود. فاول للمنتخب كأنه يقول لي استناني في هذه الكرة تمشي على القائم الثاني. بينما هنا نجوم الكرة الافريقية من برشا، وبقطع النظر على التتويج فما اداء المنتخب المغربي بعيد كل البعد على بريسيون كبيرة. انا متاكد المغرب لو كان ماتش في ارض اخرى وفي بلاد اخرى كانوا على مستوى الاداء، اضمن لكم اداء بحقيقة امكانياتهم، لانه يعني تبعت الاسود الليوث الشام باش يربحوا به. لا ادري سنتابع الكرة، كرة ممتازة والتسديدة ممتازة، والهدف الثاني كان قريب. التسديدة من الصابيري في الشوط الثاني افضل بكثير، او السيباري يحصل على الصابير من الجانب المغربي. تلعب 70 دقيقة، 11 ضد 10 قدام 60,000. ترجع كرة مغربية، يمشي بكرة خطيرة جدا، والثاني والبطولة. البطولة يا مغربي، مش ممكن الفرصة الأخطر. كرة القدم غدارة، المهارة الفردية. إبراهيم فيصل خطيرة، التسديدة، يلا الله على كرة، الله على الثاني المصراوي. بابا الشوطة كانت قريبة بذكريات أهداف مجدي عبد الغني في النهايات القارية مع الأهلي، في ذكريات أهداف عبد الغني في كانو ياوندي، وذكريات عن طريق الزلزولي يعدي يرجع عيد، يمشي الزلزولي، شوف دائما واحد معاه عيد مباشر والثاني في التغطية، ينجح في التوزيع والهدف الثاني. مش ممكن يا حمزة، حمزة علاء، حمزة قلب الأسد ينقذ المنتخب المصري من القاضية. يا التسعة، يا الوسانية، مش ممكن. كرة الكاو جات المصر، وكرة اثنين ومراوغة، خطأ تكتيكي من المنتخب المصري. طبيعي مش يخليك تمشي في هكذا توقيت. الفصل الأول لم يحسمها، الحل الثاني الوقت الإضافي والإكسترا تايم
هنا في استاد الرباط، والمغرب رسميا تقدم ملف نصف ساعة على الفصل الثالث. خلينا في الفصل الثاني من مسرحية. حاط الكرة للمنتخب المصري في الدفاع. التسديد الأول. ترجع كرة زلزولي. عبد الصمد يواصل التحدي مع عيد، يعمل مراوغة والدفاع والشوطة والثاني، والكرة قريبة وعجيبة ومريبة ومثيرة وغريبة. فرصة يا الأخضر. أين من كل هذا يا المغاربة طيلة المباراة؟ مدرب كان خايف برشا. مش منقولش الكرة الزلزولي وعبد الصمد يتصرف عبد الصمد. صعبة جدا. الوقت الإضافي. كرة الكأس. بعدها تبقى 4 ساعة اكسترا تايم. بماذا سندخل للشوط الإضافي؟ 1-1 ولا 2-1؟ جول مغربي بالهدف الثاني. الكل انتظر الزلزولي، ولكن جاءت القذيفة من القادمين من الخلف. المغرب تخطف البطولة في آخر رداءات الوقت الإضافي، وخطأ قاتل من حمزة علاء، خطأ قاتل من الحارس. هذه هي كرة القدم. المنتخب المغربي في الوقت الإضافي سيطر، تفوق، خلق فرص، جاب كرة مخالفة. في الوقت الضايع من الإضافي يشوط المغرب ويفوت ويحط الهدف الثاني. المنتخب المصري قاتل، اجتهد، قدم مباراة. فريق المصري في الدفاع صعبة. زلزولي والحارس يتصدى الحارس حمزة علاء. ولكن إن سألتهم سيجيبونك. الشعب يريد بطولة افريقيا. قبل ذلك ركنية لا، ضربة جزاء لا، فاول لا، هدف لا، فار لحد الآن لا. خلاص حظ أوفر للمنتخب المصري. مبروك للأشقاء الأسود، هاردك للأشقاء في مصر. هذه هي كرة القدم. الديربي الكلاسيكو فازت به مرفع كأس افريقيا. كأس افريقيا من شهرين للناشئين ضاعت في الدقائق الأخيرة للترنجة. اليوم المغرب تستعيد الزعامة من خلال الأولمبي في موسم استثنائي للكرة المغربية وأيضا للكرة السنغالية التي فازت بالشواطة والشان والكان. إلى كان جديد، إلى مونديال افريقيا اسمر آخر، إلى التقاء الأصدقاء والأشقاء، إلى مباريات الشمال الافريقي في افريقيا. هذه بذكريات شيل. إذا معك يا نسير. شيل يا زلزولي، شيل يا زلزولي، شيل. كاس افريقيا مغربية، كاس افريقيا اطلسية، كاس افريقيا عربية. هنا في الرباط تبدأ الافراح وتبدأ وتتواصل